وأسس ومقومات الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة، دولة المواطنة التي تقوم على التطبيق الصارم لمواد الدستور والقانون على الجميع بلا استثناء، ولا تمييز فيها على أساس الدين أو العرق أو الطبقة أو الفئة أو النوع. الشعب فيها هو السيد، والحاكم فيها هو الخادم الذي يخضع للمحاسبة عبر برلمان حقيقي لا تشارك في صنعه أجهزة الدولة. 2. صيانة حريات التفكير والتعبير والتنظيم والاحتجاج السلمي التي يكفلها الدستور وينظمها بمجرد الإخطار، وتحقيق التكافؤ التام في الفرص بين المتنافسين في كافة مجالات العمل العام، سواء فيما يخص التوظيف أو الانتخابات بكافة مستوياتها، لتحظى مصر بالأكفأ والأفضل في كل مجال. 3. مواجهة الفساد بتفعيل مبدأ الشفافية والرقابة الديمقراطية من خلال مجالس نيابية ومحلية منتخبة بنزاهة وإعلام حر، وأجهزة رقابية مستقلة، ومعاقبة لصوص المال العام لا رد اعتبارهم. 4. جيش مصر ملك لشعبها، لا تخلو عائلة مصرية من ضابط أو جندي من جنوده البواسل، يجب دعمه بكل ما يعينه على أداء دوره الدستوري المقدس في الذود عن أمننا القومي، وعدم إشغاله بكل ما من شأنه التأثير على هذه المهمة. 5. تشغيل كافة الطاقات الاقتصادية المعطلة وتطبيق الأسلوب العلمي في تحديد أولويات استخدام الموارد، وتحفيز القطاعات الإنتاجية، وتطبيق قواعد المنافسة التي تمنع تغول مؤسسة أو فئة على غيرها. 6. توفير الحد الأدنى من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية اللائق إنسانيا لحياة كريمة تتضمن الحق في الغذاء والدواء والإيواء والكساء والتعليم والعمل والأجور والمعاشات العادلة والبيئة النظيفة. 7. العمل على إزالة أسباب الاحتقار والتعصب وكراهية الآخر في المجتمع، والتصدي لخطاب السلطة الإعلامي الذي يشوه كل من يختلف معها. 8. الإفراج الفوري عن كل مسجوني الرأي والتظاهر السلمي، وتعديل قوانين الحبس الاحتياطي والتظاهر، وتحقيق العدالة الناجزة مع احترام وتطبيق النص الدستوري الخاص بالعدالة الانتقالية. 9. المواجهة الشاملة للإرهاب أمنيا وفكريا، بحيث يشارك فيها الشعب عبر فتح المجال العام بما يسمح للأحزاب المدنية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني بأن تكون طرفا فاعلا في تلك المواجهة. 10. العمل على استعادة كل ما تم التفريط فيه من أراضٍ وحقوق مصرية، لا سيما ما يتعلق بمصرية تيران وصنافير والحقوق التاريخية في مياه النيل. 11. استعادة دور مصر في محيطها العربي والإقليمي والدولي، واستقلال قرارها الوطني المتحرر من التبعية ومن قيود التطبيع. وأخيرا، فإن هذه المطالب تمس كل من يعنيه أن تظل مصر وطنا عزيزا حرا مكتفيا، ولذا
فإن حركتنا مفتوحة أمام كل المصريات والمصريين بلا استثناء، إلا من تلوثت يده بدم أو فساد ورموز أنظمة الاستبداد السياسي والاستبداد الديني.